بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي تقدم أمسك معاني النصر من كلماتي لأدب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بلا ملك. قل لأمتي وقل لأتباعي أليس لي حق عليهم أن يكوني بأنفسهم؟ فداك أبي وأمي. أليس لي حق عليهم فداك أبي وأمي. أن يفدوني بأنفسهم؟ فداك أبي وأمي. أما قال الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين. حان الوقوف لعرضكم بثباتي حان الوقوف لعرضكم بثباتي أمسك معاني النصر من كلماتي. كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما وشرابا صنعه أولئك الذين يصفون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأمروننا بعدم مقاطعتهم أيضا؟ الشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله، فتبا لكم ولبطونكم. والله لا نذوق أبدا ما حلينا. أليس الله قد اشترى والمؤمنون قد باعوا على أن يكون الثمن الجنة؟ وعد صادق وعهد سابق، ومن أصدق من الله قيلا. قال لهم بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، فالسلعة غالية، فلا بد أن يكون الثمن المدفوع غاليا. ماتت رضي الله عنها موتة الأبطال، ما ذنبهم وما هي جريمتهم؟ لكن صدق الله. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لسان حال الصادقين إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان فداك أبي وأمي يا رسول الله، لفضيلة الشيخ خالد الراشد. فهيا معا في جمعتنا هذه المباركة نقلب صفحات تلك المرحلة وننظر في دروسها وعبرها بإيجاز وباختصار. أول سمات تلك المرحلة كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام. مر بنا كيف أنهم ألقوا سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، وأخذوا يتمايلون وسقطوا على بعضهم البعض من شدة الضحك، فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا فأهلكهم الله جميعا كما وعد الله وقال: إنا كفيناك المستهزئين. روى البخاري عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أثبت الصديق أنه صادق في حبه، صادق في اتباعه، صادق في تضحيته. لقد تحمل الصديق رضي الله عنه من أعباء الدعوة الشيء الكثير، بل يفوق الوصف والخيال، ولا عجب أن الله زكاه حين قال: وسيجنبها الأتقى. لا عجب أن الله زكاه وقال: وسيجنبها الأتقى. عباد الله،
إذا كانت هذه الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم وله من الجلال والوقار في نفوس العامة والخاصة، فكيف فعلوا بأصحابه رضي الله عنهم؟ اسمعوا معي ليكون ذلك سلوى لنا وعزاء وتثبيتا للأقدام على الطريق، وحتى نختبر مدى صدقنا ومحبتنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور وإعلان الدعوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر إنا قليل. فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان الصديق أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله. وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوهم في نواحي المسجد ضربا شديدا ولم يسلم منهم أحد، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاتق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين على وجهه، ثم نزع على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء بنو تيم قوم الصديق رضي الله عنه، جاءوا مهرولين مسرعين فأجلوا المشركين وأبعدوهم عن أبي بكر، وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم إلى المسجد فقالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة ابن ربيعة. ثم رجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر وهو مغمى عليه حتى أجابهم في آخر النهار، وكان أول ما نطق وقال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت أول كلمة خرجت من فمه رضي الله عنه وأرضاه: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلاموه ونالوه بألسنتهم وعدلوه، ثم قاموا وقالوا لأمه أم الخير: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه. فلما خلت به أمه ألحت عليه أن يأكل أو يشرب، وجعل يقول: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما لي علم بصاحبك. فقال الصديق رضي الله عنه: اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت لها: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله. فقالت أم جميل: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. قالت: نعم. تأمل معي دور المرأة في حفظ سرية الدعوة وخوفها على نبيها صلى الله عليه وسلم. فمضت أم جميل معها حتى وجدت أبا بكر صريعا مغشيا عليه من شدة ما أصابه، فدنت أم جميل منه وصاحت قائلة: والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وكفر، وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم. فأفاق الصديق على كلماتها وقال لها: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال: فلا شيء عليك منها. فقالت أم جميل بعد أن اطمأنت: هو سالم صالح. قال: أين هو؟ قالت: في دار بني الأرقم. فقال الصديق المحب الصادق: فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع وقل لأولئك الذين يقولون: لماذا تقاطعونهم؟ اسمع وقل لأولئك الذين يقولون: لماذا تقاطعونهم؟ كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما أو تشربوا شرابا؟ كيف تطيب أنفسكم أن تأكلوا طعاما وشرابا صنعه أولئك الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تأمروننا بعدم مقاطعتهم أيضا؟ أشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله؟ أشهوات بطونكم أحب إليكم من الله ورسوله؟ فتبا لكم ولبطونكم.
فتبا لكم ولبطونكم. والله لا نذوقها أبدا ما حيينا، والله لا نذوقها، والله لا نذوقها أبدا ما حيينا، حتى نلقى حبيبنا على الحوض، وسنرى من يرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. سنرى من الذي سيرد عن حوضه في ذلك اليوم. اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. أقسم الصديق رضي الله عنه أن لا يذوق طعاما ولا يشرب شرابا حتى يطمئن على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فانتظرت أم جميل حتى إذا هدأت الأرجل وسكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي أيها المحب الصادق، تأمل معي هذا المشهد الرائع وهذا المشهد العظيم يوم التقى الحبيبان، يوم التقى النبي صلى الله عليه وسلم ورفيق دربه الصديق. فلما أدخل عليه أبو بكر رضي الله عنه أكب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقبله ويحضنه، ودموعه صلى الله عليه وسلم على خده، وأكب عليه المسلمون. ووالله إنه لمشهد من أحلى المشاهد، ووالله إنه لمشهد من أحلى المشاهد، ووالله إنه لمشهد من أحلى المشاهد وأجلها. ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. نشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين. ولو فتحت لنا الأبواب لفديناه بكل غال ونفيس. ولقد اتصل علي أحد الثقات الذي أعرفه تمام المعرفة، اتصل علي باكيا شاكيا وقال: جاءني شيخ كبير أعرف صلاحه وتقواه ولا نزكي على الله أحدا، وأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وكان حزينا بأبيه وأمي، فقال للرجل: قل لأمتي وقل لأتباعي أليس لي حق عليهم أن يفدوني بأنفسهم؟ أليس لي حق عليهم أن يفدوني بأنفسهم؟ أما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أما قال الله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه؟ بنتم وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأسينا. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. رق النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مما صنع الكفار بأبي بكر رضي الله عنه، رق له رقة شديدة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها وأنت مبارك، فادعها إلى الله وادعو الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت، وأقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدار شهرا وهم 39 رجلا. وليس الصديق وحده الذي عذب في الله وأوذي، فلقد عذب بلال وخباب وعمار، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. حتى النساء لم يسلمن من التعذيب والاضطهاد، ولكنهن ثبتن كما تثبت الجبال الراسيات
أمام الرياح العاصفات، بل سجلت النساء المسلمات سبقا جهاديا ما سبقها إليه حتى الرجال. وسأتلو عليكم خبرا من أخبارهم لنعلم الفرق بيننا وبين أولئك القوم من رجال ونساء. أما سمعت عن سمية وآل ياسر وابنهم عمار، أسرة تخرجت من المدرسة النبوية فسطرت أجمل الأخبار. كانت سمية ضعيفة في صباها وضعيفة في شيخوختها، فقد كانت أمة مملوكة، ومجتمع الجاهلية لم يكن يرحم العبيد والمماليك. أسلم عمار ابنها وكان من أوائل من أسلم، وعاد إلى أمه وأبيه وأخيه فشرح لهم هذه الدعوة الجديدة التي جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا الدين العظيم الذي يحقق العدل والمساواة للجميع. فقرأ على مسامعهم كلام الرحمن فانشرحت الصدور وأقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه. لقد دخلوا في الدين وانضموا إلى كوكبة المسلمين وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا، وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا. فلقد كانت قريش تعذب وتضطهد كل من أسلم، فمن كانت له قبيلة حمته قبيلته، ومن لم يكن له كآل ياسر فلقد تفننت قريش في تعذيبهم، ضرب وجوع وعطش. لقد تحدت سمية وآل ياسر قريشا حين جهرت بإسلامها وكثرت بعزتها وثباتها جبروت الطغاة والظالمين، فكالوا لها ولأسرتها الصاع صاعين، إذلال ومهانة، علهم يعودون إلى عبادة الأصنام وترك عبادة رب الأنام. كانوا يقولون لهم أي لآل ياسر سبوا محمدا ودينه حتى يخفف عنكم العذاب، فكانت ترد عليهم بكل ثقة ويقين: أف لكم ولما تعبدون من دون الله. قيدوهم بالقيود تحت أشعة الشمس المحرقة فما ضعفوا وما استكانوا، جاءوا بالجنابل الضخمة ثبتوها فوق بطونهم فلم يزدهم ذلك إلا ثباتا وإيمانا. ألبسوهم دروع الحديد وقذفوا بهم إلى بطحاء مكة تحت أشعة الشمس الملتهبة، وكادت نفوسهم تزهق عطشا وتعذيبا، ولكن كأن صوتا من السماء يناديهم: يا نار كوني بردا وسلاما على آل ياسر كما كنت بردا وسلاما على آل إبراهيم. لكم أن تتخيلوا أحبتي تلك المرأة الضعيفة الناحلة الجسد الكبيرة السن وهم يصبون عليها أشد صنوف العذاب. ومع اشتداد العذاب يوما بعد يوم جاءت المواساة للأسرة المعذبة في دينها، يوم أن مر عليها نبي الهدى والرحمة ورأى صنوف العذاب وهي تنفال على تلك الأجساد الضعيفة، وهو الذي لا يملك أن يدفع عنهم ضرا ولا يستطيع أن يجلب لهم نفعا، فواساها بكلمات كالماء السلسبيل، كلمات تخفف حدة العذاب، كلمات تعطي للإيمان طعما وللحياة معنى. قال لهم: بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فصنعت تلك الكلمات في تلك النفوس عجب العجاب، صبر وثبات، فالسلعة غالية، فلا بد أن يكون الثمن المدفوع غاليا. أليس الله قد اشترى والمؤمنون قد باعوا؟ ألا أن يكون الثمن الجنة؟ وعد صادق وعهد سابق، ومن أصدق من الله قيلا. طال العذاب وسمية تتحمل وأسرتها أنواع التنكيل والإرهاب، كلما زاد العذاب طال الصبر والثبات، حتى غضب المشركون ونفد صبرهم من ثباتها وصبرها، فأخبروا أبا جهل عدو الله بما يلاقون من عنادها وشدتها وصبرها، فأقبل إليهم ومعه فتية من بني مخزوم، جاءوا وأشعلوا النار في دار آل ياسر. وهكذا الطغاة لا يتكبرون ولا يتجبرون إلا على الضعفاء والفقراء والمساكين. ووضعوا أيديهم في قيود الحديد وصاروا يتفننون في تعذيبهم، يلهبون أجسادهم بالسياط، يخزونهم بالخناجر والرماح، يحرقونهم بالنار، يلقون عليهم الأحجار الثقال. ما ذنبهم وما هي جريمتهم؟
ولكن صدق الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والعذاب يزداد، وأبو جهل ومن معه ينتظرون من آل ياسر صيحة ردة عن دين الله، فلا يظفرون منهم بشيء. بل تقول سمية رضي الله عنها بكل قوة عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون: أشهد إنك لرسول الله وأشهد إن وعدك الحق. تقول ذلك وهي في شدة العذاب، ويصيح أبو جهل بعد أن فقد صوابه من ثباتها: لتذكرن محمدا بسوء ولتذكرن آلهتنا بخير أو لتموتن. فتقول: الموت أحب إلي مما يدعوني إليه، الموت أحب إلي مما يدعونني إليه. ترد عليه بكل شجاعة: بؤسا لك ولآلهتك، بؤسا لك ولآلهتك. فيشتد الغضب بأبي جهل ويتطاير الشرر من عينيه، فيضربها في بطنها برجله، ثم يطعنها بحربة كانت بيده في أسفل بطنها، لتكون أول شهيدة في الإسلام، لتكون أول شهيدة في الإسلام. ماتت وفاضت روحها إلى باريها بعد أن قدمت لنا درسا على العزة والثبات. ما وهنت، ما ضعفت، وما استكانت، ونداء ربها في مسامعها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ لا، الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أي لا طريق للجنة إلا عن طريق الصبر والمجاهدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من بعد أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماتت رضي الله عنها موتة الأبطال وأهل المبادئ، ماتت وهي تنتظر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يمر عليهم وهم يعذبون، وكان يقول لهم: صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لسان حال الصادقين: إما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن ما نسوق هذه المواقف وهذه الأخبار إلا ليعلم كل من سلك هذا الطريق بأن الطريق ليس مفروشا بالورود والأزهار، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات.